لما اجي اشتريها والاقيها ب 700 جنيه او 800 جنيه طبعا كتير قوي. لازم انا اعملها في البيت ان شاء الله. عملت كيكه الكوكيز، عايزه اقول لكم طريقتها سهله جدا. عايزه اقول لكم ان القطعه دي بتتباع في اي كافيه او كده، بتتباع ب 150 جنيه. عايزه اقول لكم طريقتها سهله جدا. هنعملها بنص الثمن وهتكفي معانا البيت كله. عايزه اقول لكم تحفه ان شاء الله تعجبكم. نمشي على المكونات بالظبط وان شاء الله هتعجبكم ان شاء الله. اول حاجه هنبدا ان احنا نعمل طبقه الشوكولاته اللي هتبقى في النص. هنجيب اي نوع نوتيلا. طبعا دي كانت بلبن، سيحتها على حمام مائي او في الميكروويف بمعلقتين زيت، وهدخلها الفريزر تقعد حوالي ساعتين. انا بصراحه قعدتها يوم كامل. بعد كده بقى هنبدا نقول المكونات. هيبقى عندنا 320 جرام من الدقيق، 20 جرام نشا. دي طبعا انا بقول لكم بالجرامات، وانا كاتباها كمان بالكوبايه، وكوبايه ناقصه معلقتين سكر. وهنا الزبده حوالي كوبايه برضو. حوالي عباره عن 220 200 جرام من الزبده و20 جرام من الزيت، وبيضه، ونص معلقه من البيكنج صودا. طبعا زي ما انتم شايفين كده هنزل الزبده والسكر، مش محتاجه خالص ان احنا نعملها بمضرب. بعد كده هنزل البيضه، وبعد كده هنحط النص معلقه البيكنج صودا على الدقيق ونقلبهم كده. عايزه اقول لكم ان انا نسيت احط معلقه عسل اسود عشان ما كانش عندي سكر بني. زي ما انتم شايفين كده ضفتها في الاخر، هي المفروض تنضاف على السكر. بعد كده هقلبها كويس زي ما انتم شايفين كده. وطبعا انا سايبه لكم المكونات برضو بالكوبايه وبالجرامات في اول الفيديو وفي اخر الفيديو. زي ما انتم شايفين كده انا قسمتها لكورتين متساويتين. هبدا ان انا اجيب بقى القالب بتاعنا وهبدا ان انا افردها كده. عايزه اقول لكم ان انا مشغله الفرن على درجه حراره 180، وهنحطها في الرف الاوسط. زي ما انتم شايفين كده اهو. فردت اول طبقه وهنزل الشوكولاته، هتنزل بسهوله جدا طبعا متجمده. انا كنت حطيتها في اكياس تلاجة زي ما انتم شايفين كده. وهبدا ان انا افرد بقى الجزء التاني كده. عايزه اقول لكم تحفه. زي ما انتم شايفين كده الجرامات بانت اهي، المقادير بالجرامات. وطبعا ضفت من فوق كده شوكولاته، وهدخلها الفرن برضو هتقعد حوالي ساعه الا ربع. عايزه اقول لكم ان هي بتتقدم دافيه مش بارده تماما، يعني هي لو بردت ندفيها في الميكروويف. عايزه اقول لكم تحفه جدا. طعمها حلو جدا، احسن ما نشتريها من بره. طبعا هي مكلفه بس طبعا مش بسعر بره. لان انا لما سالت عليها كانت حوالي ب 700 و 800 جنيه. طبعا هنضيف بقى صوص شوكولاته، هنضيف بقى ايس كريم براحتنا خالص. يا رب تعجبكم وتعجبكم الوصفه جدا لانها سهله. زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم تحفه جميله جدا ان شاء الله تعجبكم وتعجب ولادكم. يا ريت تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه عشان يوصل كل جديد.